يا بابا، يا ماما، أنا حاسس إني لازم أعمل حاجة طول الوقت. لازم أنجح، لازم أضحك، لازم أسمع الكلام، لازم أكون مميز. مش علشان أنا كده من جوايا، بس علشان لو ما عملتش كده محدش هيشوفني. أنا بحاول أثبت نفسي كل يوم، حتى في الحاجات الصغيرة، علشان تحسوا بيا، علشان تقولولي انت شاطر، احنا فخورين بيك، انت تستاهل الحب. بس أنا تعبت من إني طول الوقت حاسس إن وجودي لوحده مش كفاية. تعبت من إني أبذل مجهود فوق طاقتي بس علشان أبقى مقبول، بس علشان أبقى مهم. أنا حاسس إني لو ما كنتش مميز هتنسوني، ولو ما عملتش حاجة كبيرة مش هتفتكروني، ولو ما كنتش الأفضل مكاني هيتلغي. أنا صغير، بس كل مرة حد يقارني بحد بحس إني لازم أشتغل على نفسي أكتر، مش علشان أتطور، بس علشان مبقاش أقل من غيري. أنا خايف أتنسي، خايف أكون مجرد وجود ساكت في البيت، خايف لو وقعت محدش يمد لي إيده. أنا مش دايما قوي، ولا دايما شاطر، ولا دايما قادر أفرق بين الصح والغلط، بس بحاول أبان. بس مين قال إن الطفل لازم يثبت نفسه؟ مين قال إن الحب بيتربط بالإنجاز؟ ليه ما كنش محبوب من غير شروط؟ أنا نفسي حد يقولي أنت كفاية زي ما أنت متشاف ومحبوب حتى لو ما عملتش حاجة النهاردة. أنت في قلبنا من غير ما تجيب درجات أو تلعب كويس أو تضحك للناس. أنا مش مشروع نجاح ولا سباق لازم أكسبه. أنا بني آدم صغير محتاج يتشاف، يتحب ويتحضن زي ما هو. في الحلقة الجاية هنتكلم عن الطفل اللي مش بيحب نفسه علشان عمره ما حس إن حد حبه من غير شروط.